لكن النهاردة هنجرب نقيس السكر في الحاجات دي، وهنكتشف ان الموضوع مش كده. في حاجات كتير بنبدأ بيها يومنا بنفتكرها انها صحية، زي الشوكولاتة الدارك والعسل الطبيعي وعصير طبيعي بدون سكر والزبادي، ومعانا كمان عصير بإضافة السكر. حاجات كتير بنبدأ بيها يومنا وبنفتكر ان احنا على الطريق الصح. دلوقتي هنستخدم جهاز سكر منزلي عشان نعرف السكر في كل الحاجات اللي قدامنا دي. احنا استخدمنا كميات متساوية من كل منتج. هنقلب كل المكونات كويس. دلوقتي احنا هنبدأ نقيس ونشوف تركيز السكر في الدارك شوكليت. دارك شوكليت طلع معانا 84. دلوقتي احنا هنبدأ نقيس ونشوف تركيز السكر في العسل الطبيعي. العسل الطبيعي طلع معانا عالي جدا رغم ان هو عسل طبيعي، فلازم ناخد لبالنا احنا بناكل ايه. ودلوقتي احنا هنقيس تركيز السكر في العصير الطبيعي اللي بدون سكر. العصير الطبيعي السكر طلع فيه هاي عالي جدا. ودلوقتي احنا هنقيس تركيز السكر في الزبادي. تركيز السكر في الزبادي هو 47. ودلوقتي احنا هنقيس تركيز السكر في العصير اللي متضاف له سكر. توقع النتيجة بتاعتنا هتكون متوقعة انه هيطلع هاي. العصير اللي كان من غير سكر طلع هاي. اكيد طبيعي العصير اللي بيتضاف له سكر هيطلع هاي، يعني الاتنين طلعوا السكر فيهم عالي جدا. اللي طلع معاهم السكر كويس او تركيز السكر كويس هو الشوكولاتة الدارك والزبادي، ودي حاجة كويسة. النتائج بتتكلم. منتجات احنا بنكون مطمنين ليها فيها سكر اكتر من اللي كنا بنتوقعه. السكر مش دايما بيجي في الحلويات، ساعات بيستخبى في حاجات مكتوب عليها صحي او دايت او لايت. مش كل حاجة مكتوب عليها صحي تبقى فعلا مفيدة، واللي جسمك بيحسه اهم من اللي العلبة بتقوله. احنا افتكرنا ان احنا بنختار الصح، لكن الحقيقة الموضوع غير كده.